السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة سمك في منتهى الجمال، من أكلات الزمن الجميل، أكلات أمهاتنا وجداتنا. أكلات بسيطة جدا ما فيهاش أي افتكاسات خالص، وبتطلع في منتهى الطعامة والجمال. تاكلي منها ما تشبعيش، من حلاوتها طبعا وطعامتها، وكمان السهولة بتاعتها في عمايلها. هنعمل صيادية السمك البلطي بالصلصة الحمراء، زي ما كانوا أمهاتنا وجدتنا بيعملوها بالظبط. تاكلوها بقى بالعيش او مع رز صيادية او رز ابيض. طعمها وريحتها حلوة قوي، بترجعنا الاكلات زمان وروايح زمان. اتمنى انكم تجربوها، وبجد هتعجبكم جدا جدا، ومش هتبطلوا تعملوها خالص. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة معايا السمك اللي هنشتغل فيه، غسلته كويس جدا وكمان نقعته في مية وخل مدة 10 دقايق، علشان بقى يشيل الزفارة او اي دم فيه. اهم حاجة ما نطولش عن 10 دقايق علشان السمك ما يتهريش مننا. وبعد كده شطفته وصفيته ونشفته كويس جدا من المية بمنديل ورق او بفوطة نظيفة. وعندي بقى هنا التتبيلة اللي هتبله بيها، هي عبارة عن توم مفروم، حوالي يعني كده 12 فص توم، بس يكونوا كبار حلوين كده. ضفت على التوم حوالي كده قرنين فلفل رومي احمر، وزيهم برضو احمر بس حراق. وحطيت كمان قرنين فلفل اخضر، يعني شكلت الفلفل بين اخضر واحمر وبين حراق وبارد. بعد كده فرمتهم مع بعض مع التوم، وبقوا بالشكل ده. هضيف بقى عليهم معلقتين كبار خل وعصير ليمونة كبيرة. كمان هضيف التوابل، نص معلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة كمون، يعني زودي من الكمون لان السمك بيحب الكمون. المعلقة اللي انا مستخدماها دي معلقة صغيرة، مش كبيرة، يعني هي بتبقى نص المعلقة بتاعة الشاي. تمام. فعشان كده انا بملاها، بس بقول عليها نص معلقة لان هي تعتبر نص معلقة الشاي. بعد كده ضفت نص معلقة صغيرة توابل سمك. لو ما فيش استغني عنها، ما فيش مشكلة. يكفي ملح وكمون وكزبرة. بعد كده هضيف الملح. هضيف حوالي معلقة صغيرة مليانة او معلقة كبيرة مليانة، لان انا ضفت في الاول معلقتين صغيرين وبعدين رجعت ضفت تاني، يعني الاجمالي هيكون معلقة كبيرة من الملح علشان تطعم السمك كده ويبقى حلو. ونقلب بقى التتبيلة بتاعتنا كويس جدا. وكده التتبيلة بقت جاهزة معانا. هنتبل بيها السمك، بس انا نسيت اهم حاجة ان اعمل فتحات كده في السمك، تشوقات كده في ظهر السمكة، لان السمك ده حجمه كبير، فالتتبيلة ما بتدخلش يعني ايه بسهولة كده بين اللحم وبعضه جوه السمكة. فانا عاوزة طعم الدقة كده تدخل جواه ويبقى كده متطعم من كل حتة. امهاتنا زمان وجداتنا كانوا بيقولوا ان الوصفة دي ما تحلاش الا بالسمك الصغير، بس انا بفضل السمك الكبير، بيبقى فيه كده لحم اكتر، وكمان لونه كده بيبقى ابيض كده حلو من جوه. وعلشان يبقى كده متطعم من التتبيلة دي بنعمل له الفتحات اللي في الظهر دي. اما السمك الصغير مش بيحتاج فتحات خالص. بنحشي السمك بالدقة من جوه كده كويس جدا، وكمان بندخل كده في الفتحات علشان تطعم لي لحم السمك. اما باقي التتبيلة هركنها دلوقتي على جنب، هنحتاجها في باقي الوصفة. بحب ارش كده في الاخر شوية ملح كده على السمك من بره علشان اللحم بتاعه يتملح كويس. وهسيبه بقى على جنب كده حوالي نص ساعة علشان يطعم من التتبيلة. وتعالوا نجهز الصلصة. حطيت طاسة على النار وحطيت بصلة حلوة كبيرة كده، قطعيها بقى زي ما انت عاوزة، تقطيعة كبيرة، جوليان، صغير، اللي انت حباه. بس انا بصراحة بحب اقطعه كبير شوية علشان يبقى ظاهر كده في الصلصة. حطيت بقى في الطاسة شوية زيت، او ممكن سمنة، زبدة، المادة الدهنية اللي بتستخدميها. هشوح البصلة لغاية لما تدبل معايا. وبعد كده هنزل عليها بقرن فلفل اخضر، وبرضو قرن صغير برضو احمر متقطع كبير زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هشوحهم مع البصل تقلبتين 3 كده مش اكتر، علشان مش عاوزة الفلفل يتهري. ممكن تستغني عن الفلفل خالص وتكتفي بالبصل بس، وباقي التتبيلة اللي هنضيفها.
بعد كده هضيف باقي التتبيلة اللي باقية عندي، اللي بقت من السمك، من تتبيلة السمك. وبعد كده هشوحها مع البصل شوية، وبعد كده هطشها بمعلقة خل كبيرة ونقلبهم مع بعض. واخر حاجة هضيف 2.5 كوب من عصير الطماطم، ومعلقة صلصة كبيرة علشان تديني كده لون حلو للطماطم. بعد كده هضيف رشة كزبرة، توابل سمك، كمون، وملح. وندوق بقى الصلصة بتاعتنا كده ونشوف هتحتاج ملح تاني ولا لأ، عشان أنا عاوزاها طعمها يبقى مظبوط. هضيف معلقة صغيرة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم. بعد كده بنسيبها تغلي كده لمدة 4 دقايق، تبقى نص تسبيكة، مش عاوزاها تتسبك قوي ولا تنشف، لأنها لسه هتاخد غلوتين 3 كده مع السمك، فاحنا عاوزين ما تنشفش قوي، يبقى فيها كده ايه شوية صوص كده تقدري تحطيهم على الرز أو تاكليهم بالعيش مع السمك. وده السمك بتاعنا بعد نص ساعة. هبدأ بقى أبدره بالدقيق. الدقيق مش عليه أي إضافات خالص، يعني مش هضيف عليه توابل ولا نشا ولا أي حاجة خالص، لأن احنا مش بنعمل سمك مقلي، احنا يدوب بس كده بنقليه على خفيف. فمش عاوزاه يعني يستوي تماما، لاننا كده كده هنسويه تاني في الصلصة، مجرد بس ياخد لون وبنخرجه من الزيت على طول. بس اهم حاجة قبل ما نبدره بالدقيق بنشيل بس التتبيلة اللي بتبقى على ظهر السمك علشان ما تتحرقش معانا في الزيت. وبعد ما بدره بالدقيق بنفضه كويس من الدقيق، وبعد كده بحط السمك في طبق تاني بالشكل ده. هاخده اقليه وهرجع لكم تاني. كلنا عارفين السمك بيتقلي ازاي، فمش محتاج اني اصوره. وده السمك بعد ما قليته. بجيب بقى الطاجن بتاعي او الصينيه اللي هرص فيها السمك، سواء بقى فخار او بايركس او الومنيوم، المتاح عندك. بنزل بكل الصلصه. الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين هي التقيله، مع اننا ما سبكناهاش قوي، يعني هي نص تسبيكه. ده طبعا علشان فيها بصل كتير وكمان متقطع، فيها فلفل، والفلفل بتاعنا ما تهراش، محتفظ بشكله زي ما هو اهو. فتلاقي الصلصة كده غنية وتقيلة. هرص فوق منها كده السمك، وبعد كده زينته بشرايح ليمون بالشكل دوت. وبفرشة كده او معلقة باخد من الصلصة وبدهن كده وش السمك علشان وش السمك ما ينشفش معانا. او ممكن تسيبي شوية صلصة وبعد كده تحطيهم على وش السمك من فوق، بس انا بحب السمك يكون ظاهر كده، ما يكونش الصلصة مغطياه من فوق قوي. هدخله بقى الفرن على تاني رف من تحت على اعلى درجة. السمك مش بياخد وقت لانه هو طبيعي مستوي نص سوا، والصلصة كمان، فهياخد في الفرن بس كده حوالي تلت ساعة لنص ساعة. احنا عاوزين الصلصة تغلي كام غلوة كده على السمك، وبعد كده بنفتح الشواية دقيقتين كده يلون شوية كده من فوق من وش السمك، وبعد كده بنخرجه. وعلى فكرة كمان ممكن ما تدخلهوش الفرن، ممكن تكملي سواه على عين البوتاجاز، يعني تاخدي الصينية دي او الطاجن او اي حاجة انت عاملاها وحطيها على عين البوتاجاز، هيكمل سواه عليه، وكمان على عين البوتاجاز هيبقى اسرع. وبعد ما يستوي على عين البوتاجاز حابه تنشفي وشه شويه او تديله لون، دخليه بقى تحت الشوايه وافتحي عليه الشوايه دقيقتين كده، وبعد كده خرجيه على طول. يعني قدامك الطريقتين، يا اما تسويه في فرن البوتاجاز يا اما هتسويه على عين البوتاجاز. وده السمك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، حلو قوي، شارب كده من طعم الصلصه، يعني طعمه احلى بكتير من المقلي لوحده. انا عن نفسي بحب اكل السمك وهو في الصلصه، يعني بفضله عن المقلي بكتير. حاجه كده وهم، تقدري كده تاكليه بالعيش بس حضري بقى رصه عيش قد جنبك قد كده، لانه بصراحه بياكل جامد. مش هتحسي انت كلتي كام رغيف من جمال طعمه وحلاوته. تقدري تعملي جنبه رز صياديه او رز ابيض. شايفين السمك قد ايه شكله جميل؟ تقدري بقى تقدميه وهو في الصينيه كده، او تنقليه في طبق تاني. وكمان الصلصه بتحطيها في طبق تاني لوحدها. شايفين الصلصة وجمالها تقلت ازاي؟ لان السمك شرب منها، وكمان يعني كملت التسبيكة بتاعتها، فتلاقيها تقلت وقلت. انا كنت عاملة حوالي كيلو الا ربع طماطم، والكمية دي كانت مظبوطة. شايفين الصلصة وجمالها تقيلة، والوان الفلفل كده فيها تحفة، غير طعمها الخطير. وجبة في منتهى الجمال تفتح النفس وتأكل كمان. شايفين لحم السمك ابيض زي القشطة، والتتبيلة اللي جواه تتاكل كده لوحدها. حطي بقى الصلصة على الرز، كليها بالعيش. هي والسمك حاجة كده بصراحة وهم. اتمنى انكم تجربوها وانا متأكدة انها تعجبكم.
كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة. فهياخد في الفرن بس كده حوالي تلت ساعة لنص ساعة. احنا عاوزين الصلصة تغلي كام غلوة كده على السمك، وبعد كده بنفتح الشواية دقيقتين كده يلون شوية كده من فوق من وش السمك، وبعد كده بنخرج. وعلى فكرة كمان ممكن ما تدخلهوش الفرن، ممكن تكملي سواه على عين البوتاجاز. يعني تاخدي الصينية دي او الطاجن او اي حاجة انت عاملاها وحطيها على عين البوتاجاز، هيكمل سواه عليه، وكمان على عين البوتاجاز هيبقى اسرع. وبعد ما يستوي على عين البوتاجاز حابه تنشفي وشه شويه او تديله لون، دخليه بقى تحت الشوايه وافتحي عليه الشوايه دقيقتين كده، وبعد كده خرجيه على طول. يعني قدامك الطريقتين، يا اما تسويه في فرن البوتاجاز يا اما هتسويه على عين البوتاجاز. وده السمك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، حلو قوي، شارب كده من طعم الصلصه، يعني طعمه احلى بكتير من المقلي لوحده. انا عن نفسي بحب اكل السمك وهو في الصلصه، يعني بفضله عن المقلي بكتير. حاجه كده وهم. تقدري كده تاكليه بالعيش بس حضري بقى رصه عيش قد جنبك قد كده، لانه بصراحه بياكل جامد. مش هتحسي انت كلتي كام رغيف من جمال طعمه وحلاوته. تقدري تعملي جنبه رز صياديه او رز ابيض. شايفين السمك قد ايه شكله جميل؟ تقدري بقى تقدميه وهو في الصينيه كده، او تنقليه في طبق تاني. وكمان الصلصه بتحطيها في طبق تاني لوحدها. شايفين الصلصة وجمالها تقلت ازاي؟ لان السمك شرب منها، وكمان يعني كملت التسبيكة بتاعتها، فتلاقيها تقلت وقلت. انا كنت عاملة حوالي كيلو الا ربع طماطم، والكمية دي كانت مظبوطة. شايفين الصلصة وجمالها تقيلة، والوان الفلفل كده فيها تحفة، غير طعمها الخطير. وجبة في منتهى الجمال تفتح النفس وتأكل كمان. شايفين لحم السمك ابيض زي القشطة، والتتبيلة اللي جواه تتاكل كده لوحدها. حطي بقى الصلصة على الرز، كليها بالعيش. هي والسمك حاجة كده بصراحة وهم. اتمنى انكم تجربوها، وانا متأكدة انها تعجبكم. كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.